بسم الله الرحمن الرحيم. جينا النهاردة بالفيديو الجزء الثاني لزراعة البامية. طبعا يا جماعة في كم واحد كده بيسألوني كم سؤال، وطبعا هنعرف شوية تفاصيل يعني عن البامية. طبعا قبل ما نبدأ، لو شفت اسم غالي عليك ما تنساش تكتبه في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. طبعا بالشكل حضراتكم شايفينه ده أول طريقة هنعملها، وأول خطوة إن احنا هنعملها يا جماعة في البامية بتاعتنا، ان احنا نبدأ نفك الارض بتاعتنا. ليه تبدأ تفك الارض بتاعتك؟ هناخدها خطوة خطوة يا جماعة دلوقتي، وركزوا معايا. ليه هنبدأ نفك الارض بتاعتنا؟ ايه يعني النتيجة؟ طيب يا جماعة، نتيجة انك تفك الارض، اول حاجة هتسرع عندك النمو والتجدير بتاع النباتة البامية. دي اول خطوة. تاني خطوة يا جماعة، هيبدأ يفك عندك خصوبة الارض يا جماعة. تمام. ثالث خطوة يا جماعة ودي الاهم، ان انت هتبدأ تتخلص من الحشائش اللي هي بتبقى موجودة في اسفل الحوض. اسفل الحوض يا جماعة والقصيص، وخاصة يا جماعة الناس اللي هي زارعة في المنزل. اوعى يا جماعة، اوعى الراوي، اوعى الراوي. الراوي يا جماعة طبعا كل اللي بيمشي يطلع مثلا فوق سطحه بيبدأ ان هو يروي النبات بتاعه. لا يا جماعة، خفوا المياه، وان شاء الله هيبقى هو ده اساس موضوعنا النهارده. طبعا يا جماعة زي ما قلنا، هتبدأ انك تفك الارض بتاعتك. تاني طريقة بقى يا جماعة ودي الاهم، لو انت عندك البامية وصلت عمرها وصل 30 يوم توقف عنها الماء. الروي يا جماعة توقف عنها المية او الروي، توقفها لمدة كم يوم يا عم ادهم؟ لمدة 20 يوم لو انت في ارض رملة، ولو انت في ارض طينة تبدأ تسيبها حوالي 30 يوم او 50 يوم عادي ولا يهم، او 60 يوم. في ناس بتسيبها لحد 3 شهور يا جماعة عادي، ما يهماش اي حاجة ولا في اي غلط ولا ضرورة. طيب كده عرفنا ضمن الطريقة. تالت طريقة يا جماعة ودي الاهم، طبعا يا جماعة ما تنسوش يا جماعة انكم ما تروش النبات بتاعك حقاش يوصل 30 يوم. وان شاء الله انا همشي معاكم خطوه بخطوه، وان شاء الله في معلومه جديده، ودي بتصيب كل النبات يا جماعه. ايه هي النتيجه؟ ايه هي الطريقه دي؟ وهي الطريقه دي يا جماعه ان هو النبات بتاعك بتصيبه دودة يا جماعه. لو النباتة مسك فيها لو النباتة بتاعتك مسكت فيها الدودة يا جماعه، هتجعل عندك النباتة يا جماعة عندك هتتخلص من النباتة خالص. الدودة دي يا جماعة هتقضيلك عن النباتة خالص. طيب ان شاء الله انا هنزل لك فيديو جديد الدواء الصحيح، وهو الدواء ده بسيط خالص وموجود عندك انت في كل منزل. ولو انت مزارع وزرع مساحة كبيرة، اقول لك على الدواء المناسب اللي انت تقدر تجيبه وتضيفه الى حشرة الدودة دي علشان تتخلص منها نهائي، وبطريقة سهلة ومضمونة. طيب موضوعنا النهاردة ان شاء الله زي ما قلنا هتفك الارض بتاعتك، وان شاء الله وقلنا يا جماعة انت تبدأ عشان تروي الزرع بتاعك، متى يمكنك رواية الزرع بتاعك. طيب يا جماعة بصوا يا جماعة، شايفين يا جماعة كمية الحشائش اللي انا مطلعها؟ طبعا دي الحشائش دي يا جماعة لازم ان انت تعزقها وتسيبها يا جماعة. تفك الارض بتاعتك وتبدأ تسيبها مثلا 20 يوم، بس لازم تفك الارض بتاعتك شوي. الحشائش دي يا جماعة احنا بنبدأ نحوشها ليه؟ علشان يا جماعة الحشائش دي تاخد الغذاء يا جماعة. تمام. وبرضه بتجيب حشرات الى النبات يا جماعة، بس هي الاكتر ان هي بتاخد الغذاء اللي هو ماشي الى النباتة، بتبدأ هي تاخده يا جماعة، وكده النبات بتاعك ما يحصلش على اي مغذيات. تمام يا جماعة. يعني لازم تتخلص من النباتة اللي هي المزعجة اللي هي الحشائش. تمام يا جماعة. طيب ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. طبعا تعمل لايك لاخوك ادهم، وان شاء الله كل فيديو اعمله وانزله لكم جديد.